اهلا بيكم يا حلوين، فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هشارك معاكم اول يوم من التحدي بتاعنا، تحدي مذاكرة 70 ساعة في اسبوع. بصوا، انا صورت لكم كل حاجة بالتفصيل. حاولت يعني اصور لكم بقى كل حاجة عملتها عشان تكونوا فاهمين اكتر. بصوا، انا صحيت على الساعة 6 كده، بدأت مذاكرة على 7 بالظبط. كنت عايزة اذاكر اول فصل في الجيولوجيا. الفصل هو الجيولوجيا كلها عامة، انا مفتحتهاش من اول السنة. كنت بسمع المحاضرات بس كده سماع، ومش بذاكرها نهائي. فبدأت اذاكر اول فصل. هو كده كده المستر محمد ايمن كان هيعمل المراجعة الاسبوع الجاي، بس انا قلت اذاكرها من بدري شوية عشان ما اكونش متأخرة اكتر من كده. المهم ان انا ظبطت التايمر على ساعتين، وبدأت ذاكرت الفصل كله، الفصل الاول كله، وراجعت عليه وحليت عليه من كتاب الامتحان. بصوا، انا امبارح كنت اخر حاجة عاملاها ان انا سمعت شرح الفصل ده من اليوتيوب، من دكتور محمد ايمن برضو، بس كانت لدفعة 2025. كانت ليالي الامتحان تقريبا بتاعتهم. كان عامل الفصل كله في ساعة ونص، فما خدش مني وقت وفهمت منه كويس جدا. هو كان لامم كل حاجة بسرعة، ففهمت منه يعني. وقمت بقى النهاردة ذاكرتها، خدت مني ساعتين. وكان في كتاب الامتحان اللي هو بتاع الأحياء، في 60 سؤال على الفصل ده، فحلتهم بعد ما خلصت. انا هنا كنت بذاكر يعني فاتحة لمذكرة المستر حميدة، ان انا كنت باخد معاه الشرح من اول السنة. وبرضو كنت براجع من مذكرة الملخص دي المستر محمد ايمن بعتها لنا في الباكج. برضو كانت حلوة جدا، ولما كل حاجة مش سايبة حاجة يعني. حاولت والله ان انا اذاكر واخلص اللي عليا كله بدري عشان الحق انزل لكم الفيديو. مش عارفة انتوا ايه، نمتوا بقى ولا ايه؟ المهم ان انا احاول انزله يعني دلوقتي. بصوا، انا النهاردة ذاكرت يعني فوق ال10 ساعات عشان كنت مركزة قوي. وكمان يعني ايه، ما عملتش حاجات كتير، مخدتش بريك كتير وكده، كنت بحاول ان انا اخلص بدري. فخلصت الحمد لله. وانا كنت نايمة امبارح الساعة 10، وصاحية 6، يعني تقريبا 8 ساعات. هنا بقى كنت بعلم على الساعتين اللي ذاكرتهم. خدت بريك شوية وبعد كده بدأت احل الاسئلة اللي في الكتاب. عايزاكوا بقى تقولولي في الكومنتات انتوا عملتوا ايه النهاردة، ومين خلص خلاص ومين لسه. هستنى اشوف انتوا عملتوا ايه النهاردة. وكان في حاجة عايزة اقولها لكم. في بنوتة قالت لي في الكومنتات في الفيديو الاخير ان احنا يعني بدل ما انزل فيديو كل يوم او كده، عشان انا مش هعرف انزل فيديوهات كل يوم. كانت بتقولي ان انا ممكن اقول لكم اللي انا عملته في بوست او كومنت. فانا ان شاء الله هعمل كده. هنزل لكم كل يوم بوست اقول لكم الحاجات اللي انا خلصتها، وكمان ذاكرت كام ساعة. فاستنوا بقى، هتلاقوه في المنتدى عندي. ان شاء الله هحاول انزل لكم كل يوم في الايام اللي انا مش هقدر انزل فيها فيديوهات. نسيت اقول لكم انا كنت كاتبه ايه الحاجات اللي عليا النهارده. بص، انا كنت كاتبه ان انا اذاكر الفصل ده، وكان في محاضره فيزياء كنت مراكماها، المفروض ان انا اسمعها واحل بقى الواجب واذاكرها وكده. وفي الاخر اليوم كنت هبدأ في محاضره العربي وامتحن الامتحان التقييمي وكده. فانا بعد ما خلصت الجيولوجيا دي سمعت محاضره الفيزياء. هي كانت على الموبايل بتاعي فمعرفتش اوريكم. هي كانت ساعتين بالظبط. تمام. سمعتها وعلمت بقى على الساعتين بتوعها. احنا كده مقفلين 5 ساعات. واللي ما يعرفش، انا لما بعمل تحديات مذاكرة بحسب بعدد ساعات المحاضرات من ضمن التحدي عادي. هنا بقى كنت بعد ما خلصتها بدأت أذاكر المحاضرة دي. هي المستر كان شارح فيها درسين من الفصل الثامن. ظبطت التايمر على ساعتين وبدأت أذاكر أول فصل خلصته في ساعتين شرح وحل. والفصل التاني بقى كان محتاج مني ساعة تقريبا، عشان المستر ما كانش قايل لنا ان احنا نحل كل الواجب اللي فيه، كان جزء بسيط من الواجب، فخلصته في ساعة يعني تانية. مش عارفة، حاسة نفسي ان انا متأخرة جدا في الفيزياء.
المستر كل ده لسه ما بدأش مراجعة، هيبدأ يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. وكمان عشان انا اونلاين المحاضرات بتنزل متأخر جدا عن السنتر، فخايفة قوي من الموضوع ده عشان حاسة انها متأخرة جامد. يعني كل المدرسين خلاص في الاسبوع التاني والتالت من المراجعة، والمستر لسه ما راجعش، فان شاء الله خير يعني. انا النهارده كنت بذاكر وانا مش زهقانه او كده، عشان انا كنت حاطه كذا ماده في اليوم، وانا بتحمس جدا من الموضوع ده. يعني انا بمل قوي من الماده واحده في اليوم، بتخليني مش يعني بذاكر بملل جامد. لما بحط مثلا مادتين او ثلاثه بذاكر وانا تمام يعني. وانا كنت عدلت الاضاءه شويه، معرفش ليه الاضاءه قليله قوي، رغم الكلام ده كان يعني على العصر كده. المهم بقى عملت نسكافيه وقعدت اذاكر. هنا نسيت اقول لكم ان انا قبل ما اذاكر المحاضره الجديده كنت براجع على القديم، عشان كان مرتبط جدا بالمحاضره الجديده دي، وانا كنت ناسيه خالص. فقريت بس الدرس كده، بعد كده بقى بدات اذاكر المحاضره الجديده. شغلت النور بقى وبدات اكمل. قولولي لو انتوا بتتضايقوا من الاضاءه القليله كده، عشان بعد كده ابقى اولع النور على طول يعني. بس انا بحب اذاكر في اضاءه هاديه تريح لي اعصابي. قولولي انتوا حابين ايه اكتر. بصوا يا جماعه، عشان في كذا حد سالني انا ازاي بذاكر فيزياء. بصوا انا كده كده الفيزياء انا بحبها اصلا. بعد ما بسمع الشرح على طول بحل وبذاكر في نفس الوقت. اول حاجه بقرا الدرس من غير كتابه وكده، بقراه من المذكره قرايه خفيفه، او من البوردات الشرح بفتحها قدامي كده كده. بقرا الاول قبل ما ابتدي اذاكر بالورقه والقلم، عشان اكون فاهمه بس الموضوع ماشي ازاي. ولو في درس مرتبط باللي قبله وانا مش فاكراه بعيد الدروس اللي قبلها، بتسهل عليا جدا في الشرح. سوري، في الحل قصدي، وانا بحل الواجب، عشان اكيد هتلاقوا اسئله مرتبطه ببعض. فانتوا لما تقروا الدروس القديمه مجرد قرايه كده بس، لا هتفتكروا جامد وهتفرق معاكم. بالنسبة لبوردات الشرح، المستر بيكون شارح بطريقة ملخصها جامد وفيها تريكات وكده، فبحب ان انا احطها قدامي وانا بذاكر. لكن المذكرة تبقى بحالها كلام وحفظ وكده، لازم برضو اركز عليها عشان هي اللي بيبقى فيها تفاصيل اكتر. وبعد كده بحل الواجب عادي. بس اهم حاجة بقى ان احنا نسمع فيديوهات الحل، خصوصا في الفيزياء والكيمياء طبعا بتبقى مهمة جدا. يعني انا اساسا بفهم بقية الدرس من الفيديو والحل الواجب من المستر، خصوصا لو المستر بتاعكم بيقول التفاصيل وكده، مش مجرد بس حل يعني نعرفه الاجابة الصح وكده. الاحسن ان تختاروا مدرس بيكون بيشرح وهو بيحل. عايزه اقول لكم على حاجه، انا لما بظبط التايمر على ساعتين او كده، مش بقعد الساعتين قاعده على الكرسي ما مش حاجه انا بذاكر. لا، انا ساعات بقوم عادي، ولو حد كلمني او طلب مني حاجه يعني عادي بقوم. عشان بس ما تفكروش ان انا بقعد كده، لا مش بقعد عادي، ساعات بقوم مره واتنين وتلاته. ودي اكتر حاجه بتضيع لي وقتي اساسا. بحس ان في ساعات بتروح في ولا حاجة، وكمان من غير ما احس ان انا واخده بريك اساسا. انا كنت مثلا بتكلم مع حد او بجيب حاجه او كده، فده عادي يعني وطبيعي، عشان ما تحسوش ان انا بذاكر على طول وكده. وعايزاكم ان شاء الله في اخر الاسبوع، لو مشيتوا على التحدي بانتظام وكده، تكافئوا نفسكم باي حاجه بسيطه هتفرق في نفسيتكم جدا. وغير كده ان انتوا يعني ما تستنوش ان حد يكافئكم، يعني دايما انتوا اعملوا الحاجة اللي تفرحكم نفسكم. انزلوا تمشوا شوية، هاتوا حاجة بتحبوها كده. مش لازم نستنى من اهلنا ان هم يكافئونا وكده، احنا عادي ممكن نعملوا اي حاجة تفرحنا نفسنا. ده حاجة بس حبيت اقولها. هنا بقى بعد ما خلصت خلاص الساعتين علمت عليهم، كان فاضل لي 3 ساعات. هنا بقى بعد ما اخدت بريك رجعت اكمل. زودت التايمر على ساعة عشان هي اكمل بقية الدرس التاني في المحاضرة زي ما قلتلكم. عايزة اتكلم معاكم على حاجة، معرفش برغي ليه المرة دي، بس بجد بفتكر الاسئلة بتاعتكم.
بصوا، في بنوتة كانت بتقولي اتكلمي عن ضغوط الاهل وكلام وكده. بصوا، انا مقدرة جدا فكرة ان احنا مش مستحملين اي حاجة دلوقتي. يعني الكلمة الواحدة بس بتفرق معانا جدا، وممكن تدمر نفسيتنا على حاجة تافهة. انا مقدرة ده جدا وفاهماه. بس ده كده كل الاهالي، يعني قليل قوي ان اهله ما مثلا بيتكلموش وكده. ده من الخوف علينا. وفاهمة ان احنا ساعات بنبقوا بنذاكروا عادي، بس برضو هما ايه بيتكلموا ويضغطوا علينا بكلام وكده. فالفكرة ان احنا نحاولوا نبعده شوية، ونركزوا في مذاكرتنا اكتر. وبدل ما نقعدوا نتكلموا معاهم ونقوحوا كده بالكلام، نثبتوا لهم ده بالمذاكرة. ومستحيل يشوفونا بنذاكروا في الاخر برضو يزعقوا كده، اكيد لا. فانتوا لما توروهم ان انتوا بجد بتذاكروا بتعملوا اللي عليكم، وتقولوا لهم احنا اللي علينا ان انا اعمل اللي عليا وهتشوفوا ده. وهم لما يشوفوا ده بالفعل، اكيد محدش هيتكلم معاكوا يعني. طيب افرضي انا برضو بذاكر، بس اهلي على طول بيضايقوني بالكلام او بيخوفوني من المستقبل وكده. ساعتها بقى نبقى ابعد احسن من ان احنا نعمله مشاكل او نفضلوا نتكلموا ونفسيتنا تتعب اكتر. نركزوا في مذاكرتنا بجد، ونحاولوا على قد ما نقدروا ان احنا نقعدوا في الاوضه بتاعتنا يعني. واكيد ما فيش حاجه هتحصل طول ما احنا بعيد يعني. ده اللي انا اقدر اقوله لكم بصراحه في الموضوع ده. انا هنا كنت بذاكر بعمل الامتحان تقييمي. بعد كده سمعت محاضره العربي بتاعه النحو. الامتحان التقييمي طبعا جالي معظمه حمادة. بس انا سمعت المحاضرة النحو دي بتاعت نجيب. مش عارفة انا بعمله ده صح ولا لأ، بس انا بعمل كده عشان الوقت والله. وغير كده ان انا بفهم من محاضرة نجيب يعني، بقدر الخص فيها الموضوع. وعشان كده كده انا بذاكر بنفسي وبقدر افهم نفسي الحاجات اللي ناقصة وكده. بس يا حلوين، وبكده نكونوا خلصنا وصلنا لنهاية الفيديو. انا هنا النهاردة كنت مذاكرة 11 ساعة. بعد المحاضرة دي كملت 11 ساعة. بس كده. تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. باي باي.